لدرجه ان واحد من هناك قال انت لو دخلت الانتخابات عندنا هتنجح. يعني في يوم انا مشيت حوالي 5 كيلو عشان اوصل بيتنا. فقلت ليه ما اكونش انا صانع المهندسين؟ انا ماليش الشغل، ماليش الشغل في المجموعات القليله. معلش انت هتلاقي برضه في تحديث، يعني في تحديث من تحت لتحت. ايه رايك في المدرسين اللي بيبقوا مش خريجين تربيه وبيشتغلوا في التدريس؟ يعني مثلا الدكتور يدي احياء، المهندس يدي فيزياء، وهكذا. تمام. طب لو بقى سؤال، لو جه في يوم من الايام تم الغاء ماده الرياضه، استحاله يحصل كده كده، بس لو حصل مثلا زي ما حصل دلوقتي ان هم لغوا الجيولوجيا والكلام ده كله، استاذ جمال ساعتها هيعمل ايه؟ بس انا ما انساش الموقف بتاعي وانا نازل لقيت الفصل الواحد فيه 3 تخت بس، وهم فيه حوالي 50 طالب. كنت بقى ياما شلت ظلم على طلبه، ما حاولش اسيء للناس اللي هي اهل الفضل. طب لو مستر جمال بقى ما كانش مدرس رياضه، مثلا مستر جمال طلع مهندس، كان هيخلي ابن دكتور احمد ياخد رياضه عند مين؟ طب شايف ان مستر جمال ممكن يحقق نجاحات في الفتره القادمه اكتر من اللي هو حققه؟ مش انت ما تجيش قدام العلماء وتتكلم أو لا. اكتر موقف صعب عدى على حياه مستر جمال عبد، ترشح مين من المدرسين يجي بعد حضرتك في البرنامج؟